الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا هلا، هذه فنانة اسمها بيلي آيليش. أتوقع أنه الأغلب عارف الفنانة هذه. صورت مقطع، هذا المقطع عام 2017 أول ما اشتهرت، وهذا المقطع بعده بسنة عام 2018. شوفوا الفرق يا جماعة بالأجوبة والأهداف والطموح وكل شيء. شوفوا الفرق. I think it's October 18th, 2017. It's October 18th, 2018. I'm 15. I'm 16. I have 257,000. عندها 257 عام 2017. 6.3 million. بعدها بسنة 6 مليون. 9.6 million when you look up Billie Eilish. واو. It's a picture of me and Charlie XCX. Isn't it the one about me smiling? Of course it is. The one picture that I have. طبعا من ضمن الاشياء اللي قالتها في 2018 قالت انه ما ابغى الناس تعرفني، خلاص تشبعت من الشهرة في سنة واحدة. طبعا بعد ما جاها اكتئاب وحزن شديد كذا. شوفوا الفرق بين 2017 هنا و2018 يختلف تماما. كمل. Oh my god, I would explode if I met him. I met him and it was great. Being Apple's up next artist. Okay. I was such a baby. I did Ellen last week, Jimmy Fallon, Lollapalooza. يعني أكبر الفنانين. So many festivals. There's been a lot of shit that's happened in the last year. My family, I'm always talking to my family, always. Every second of my life. Fruitvale Station. Fruitvale Station. نفس الأجوبة. No. You know. 2017 سألوها وش أكثر لحظة جنونا مع الجمهور، قالت لأني هربت من رجل أمن، رحت عند الجمهور وفتحت الباب وعانقتهم جميعا. يعني ممكن ما قليل دام انها عانقتهم جميعا. شوفوا 2018 ايش قالت. هنا شوفوا ايش قالت. I like slammed open a door into all of them through a glass window and hugged them all. I almost caused a stampede by sneaking through a crowd at Lollapalooza. I almost died and everyone else almost died. شفتوا كيف الفرق؟ I really want to go to Japan again. I went to Japan a while ago and it was the most amazing time, so I feel like Brazil might be crazy. I like bright green a lot. I like black. من الاكتئاب اللي عاشته. Dark lately, so I've just wanted to be dark with it. ايوه. The world, I mean. عموما اللي ابي اوصله، شوف كيف تغيرت من 2017 الى 2018. لا من الشكل ولا من التفكير ولا من الاجوبة. هنا الاكتئاب واضح من شكلها في 2018 تماما. حتى هنا جوابها تقول كل الناس تعساء، كل الفنانين اللي أعرفهم تعساء، كل شخص أعرفه تعيس. شوفوا من قوة الاكتئاب اللي فيها. فعاشت ما أدري إيش اللي عاشته، لكن واضح إنه عاشت اكتئاب مرة حاد. بعيدا عن الأجوبة اللي بعضها متناقضة تماما، لكن الفكرة حلوة والله، حلوة يا جماعة، عجبتني. شكلي بسويها 2020 يعني باخذ أسئلة من عندكم مثلا، او احضر اسئله، و2021 نفس الاسئله، بشوف اجوبه تختلف تماما، ولا يعني طموح يختلف، الاهداف تختلف، التفكير يختلف، ممكن جايز، بس حلو الفكره. هذا الدفتر مكتوب فيه شيء باذن الواحد الاحد انه راح يعجبكم باذن الله. بقول لكم عنه يا اليوم يا بكره، احتمال اليوم في الليل يعني. قاعد اتفرج في تويتر، اول شيء مساك الله بالخير. قاعد اتفرج في تويتر و شفت لي مقطع الطفل عمره 16 سنه، ما ابغى اقول ولد ولا اقول شاب، طفل عمره 16 سنه تقريبا، تزوج امس، مدري قبل امس.
ما أدري من اللي زوجه، أبوه أو أخوانه أو عمامه أو خواله، ما أدري. لكن أبعطيكم رأيي بعد شوي، أعطوني رأيكم وشوفوا المقطع. ولو أنت مكانه في ذاك الوقت أو في العمر ذا نفسه، في 16 سنة أو 17 سنة، هل تتزوج ولا لا؟ هل بتزوج ابنك الكبار السن، الآباء والأمهات، هل بتزوج ابنك وعمره 16 سنة أو 17 سنة؟ أعطوني رأيكم. أنا ربي. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. بالنسبة للموضوع، في اللي مع وفي اللي ضد وكثير، وفي اللي يقول أهم شيء يكون بالغ، أهم شيء يكون هادي، أهم شيء يكون واو، يعني أي واحد يبلغ على طول يتزوج. واو فعلا. أنا ضد يا جماعة، والله لو أعرف أحد من قرايبي ولا من أصحابي مزوج أخوه أو ابنه عمره 16 سنة أو 17 سنة، والله لا أروح له وأكلمه وأقول اتق الله في نفسك وفي ابنك. واحد يقول آبائنا وأجدادنا تزوجوا في هذا العمر، والثاني يقول لو كل الشباب البنات يتزوجون في مثل هذا العمر 90% من تدابير وخطط المفسدين في هذا البلد تفشل. يا الله يا الله. وسيكون عامة الشعب نظيف من تسمم الفكر، والنتيجة تفكير سليم واعي باحث. الله. طيب تعليقات ترفع الضغط. في ناس كثير مو متفقة مع هذا، حسبي الله ونعم الوكيل، تو صغير، لسه صغير، حرام، ما راح زوجه، من السوالف هذه كلهم. طيب هذا واحد يقول الجاهلية في عدم الزواج والإسلام حث على الزواج. أوكي، حث على الزواج بس مو بزواج الطفل، مو بزواج الطفل يا جماعة عمره 16 17 سنة. هذه وحدة تقول لو فرضنا أنه عمره 16 سنة معناته قبل 4 سنوات كان طفل. أنا أقول أنه لحد الآن طفل. بعمر 12 سنة معناته خبرته بالحياة ما تتجاوز 4 سنوات فقط. كيف تحملونه مسؤولية بيت وأطفال وزوجة وهو ما له أي خبرة بالحياة وما زال محتاج من يرعاه؟ اتقوا الله بأطفالكم. وهي تقصد بالخبرة أنه الظروف اللي راح تحصلك مسؤولية. ركز لي على الكلمة هذه، مسؤولية. أنت ما تقدر تخلي هذا الطفل عند بناتك لحالهم، ما تقدر تسافر أنت ومراتك تخلي هذا الطفل عند بناتك أو خواتك صغار لسه، مستحيل، ما تقدر، ما يجي أصلا، ولا ترتاح أصلا داخليا. كيف تتزوج وتخلي بنت الناس عنده؟ مسؤولية، حياة، أطفال. يا أخي يا جماعة إيش قاعد تقولون أنتم؟